الشعب المصري العظيم لازم كل يوم تحمد ربنا انه انعم عليكم بنعمة اسمها الرئيس عبد الفتاح السيسي. ليه؟ اقول لك انا ليه. عشان لما مرشد الاخوان حاول. مش كفاية يا سيادة الوزير، احنا مش عارفين ندخل الجيش. الرئيس السيسي قال له لا. فضيلة المرشد، القوات المسلحة منذ اغتيال الرئيس السادات وهي حريصة جدا إنها تكون بعيدة عن أي توجهات، سواء كانت إخوانية أو سلفية أو أي توجهات أخرى، حتى في الديانة المسيحية. أخطر شيء على الأمن القومي إن الجيش ينقسم لفرق وجماعات، ده فيه ضياع لمصر وضياع للوطن. 10/10 يا ريس. الجيش لازم يكون جيش وطني وبس. يلا نشوف الوكسة اللي عندنا كسودانيين. ده المرشد بتاعنا. ومعنا 4 من العسكر. مين كانوا؟ اللي هم العسكر عمر البشير والزبير ولعله باكري وعبد الرحيم او شيء من هذا القبيل. ايوه المرشد بتاعنا. كلهم من ابناء الحركه الاسلاميه اللي عارفين ان انت وراء الموضوع. كلهم 100%، 8 مدنيون و4 عسكريون. اصل طالما في اخوان لازم يكون في مرشد عنديكوا، مرشد عندينا، مرشد عندهم، عندها. انت وحظك، انت ومرشدك. زي لما تروح السلخانه، طالما في سلخ لازم يكون في نفخ. انتوا يا مصريين كنتوا هتتلفوا، بس ربنا كرمكم بعبد الفتاح السيسي مع حفظ الالقاب. واحنا كسودانيين غضب علينا بعبد الفتاح برضه، بس البرهان